لو انت صاحب بيزنس ومعين قسم تسويق كامل عندك في الشركه او بتتعامل مع شركه تسويق، انت والمسؤول عن التسويق عندك ممكن تقعوا في غلطه كبيره جدا اغلب الناس بيقعوا فيها، الا وهي ايه؟ ان انت ممكن تكون حاطط استراتيجي حلوه جدا، لكن سؤال، هل هي بتخدم الاوبجكتيفز اللي انا محتاجها؟ هل هي ليها كي بي ايز واضحه وصريحه علشان اعرف احكم بعد فتره زمنيه معينه انا وصلت للي انا عاوزه من الاستراتيجي بتاعتي ولا لا؟ فناس كتير جدا بيكون مثلا عنده افتتاح، عاوز يعمل افتتاح للمكان بتاعه، فبيحط الاستراتيجي بتاعته على مدار فتره كبيره جدا وبينسى يعمل بلان فعليه خاصه بالافتتاح، او واحد تاني بيحط بلان الافتتاح دي اكتر من اللازم. يجي بعد كده المعيار اللي انت حكمت بيه، هل انت حطيت لنفسك كي بي اي كويس تقدر تحكم بيه البلان بتاعتك دي اتنفذت كويس ولا لا؟ طيب بغض النظر عن ده كله، هل انت عملت مدد زمنيه للبلانز بتاعتك ولا لا؟ بلاقي كتير جدا في موظفين تسويق بيكون عنده استراتيجي واضحه وصريحه ولكن حاطط افكار بلان حلوه جدا، ولكن هل هي متماشيه مع الاستراتيجي المحطوطه ولا لا؟ هل هي بتخدم الافكار اللي في الاستراتيجي ولا لا؟ ممكن يكون هو حاطط افكار يمشي فيها مثلا دلوقتي ورا ترند او حاجه كويس جدا، بس ليه انا ما استغلش الافكار اللي انا امشي فيها ورا الترند علشان تحقق لي الاستراتيجي بتاعتي وعلشان تحقق لي الكي بي ايز بتاعتي؟ حاجه كمان مثلا حد يكون حاطط في الاستراتيجي بتاعته ان من ضمن الاساليب اللي هينفذها في البلان بتاعته هو الستوري تيلينج، ان انا محتاج ان انا انقل الهيستوري بتاع الشركه دي عن طريق ستوري تيلينج. طيب ناس كتير جدا بتنقل دلوقتي عن طريق الستوري تيلينج، بس انا لازما كزبون بشتري منك اكون متفاعل معاك. انا هكون متفاعل معاك ازاي؟ يبقى لازم في فاليو انت تديها لي في الستوري تيلينج، مش مجرد كلام في الهوا خلاص. انا عبد الرحمن عادل، لو حابب فيديوهاتي تابعني على كل منصات السوشيال ميديا.